أهلا بيكم في أولى حلقات فص ملح. يا ترى ايه اللي هيحصل لو الترند فص ملح؟ الحياة بقت عبارة عن سباق وكله بيجري ورا بعض. الترند سيطر علينا وعلى دماغنا وبقى لازم نمشي مع الترند علشان ما نحسش باختلاف، وبقينا نتخلى عن نفسنا وعن هويتنا. الاوفر سايز اللي سيطر علينا، والماتشا والبيلاتس اللي بقت تصريح علشان تدخل طبقة اجتماعية جديدة، واللابوبو اللي ظهر في حياتنا مرة واحدة. ده عمرك فكرت ايه اللي ممكن يحصل لو الترند اختفى من حياتنا؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. استأذنكم بس قبل ما نبدأ اروح افتح الباب، هي جت عليا يعني، ما انا كمان عايزة اجرب. خلينا نبدأ في موضوعنا احسن ونسيب ده. بص بقى، لو العالم من غير ترند انا حاسه بصراحه هيكون في حاجات لذيذه قوي. اولا ان الناس هترجع تركز في الحاجات الحقيقيه وتفرق بين ايه الحقيقي وايه الكذب. سنه 2018 نشرت جامعه MIT بحث على منصه سايت عملته لمجموعه كبيره من الاخبار، وبتقول فيه ان المعلومات الخاطئه بتنتشر اسرع كتير من المعلومات الصحيحه بنسبة بتوصل ل 70%، وبتوصل لعدد أكبر من الناس وبسرعة أعلى. وده يأكد لنا إن مش معنى إن المعلومة منتشرة وفي ناس كتير بتتكلم عنها إنها تكون صح. فاختفاء الترند ده هيؤدي إن المعلومة مش هتنتشر على أساس السرعة، لأ، هتنتشر على أساس الجودة. فهيبقى في مساحة للحقائق إنها تظهر أكتر، وتضخم الإشاعات هيقل جدا. تاني حاجة بقى إن المحتوى نفسه هيتقدم بالقيمة اللي بيقدمها مش بانتشاره. ففكرة إن أنا عايز أعمل أي حاجة عشان تنتشر على السوشيال ميديا وخلاص، دي هتختفي. وده على فكرة اللي بتأكد عليه دكتورة زينب توفيق، واحدة من أهم الباحثين في تأثير السوشيال ميديا على السلوك العام. بتقول ببساطة إن الخوارزميات بقت بتحط المحتوى سريع الانتشار قبل الجودة، يعني أي حاجة تنتشر بسرعة حتى لو مش دقيقة وهي اللي هتبقى ترند وهي اللي هتظهر أكتر. ولو اتكلمنا من ناحية الصحة النفسية، هنلاقي إن في دراسة من جامعة كاليفورنيا بتقول إن متابعة الترندات بترفع القلق وتولد الفومو. فلما ظاهرة الترند هتختفي، القلق يقل، الضغط يقل، وكمان المقارنات هتبدأ تقل. وأحب أفاجئكم إن في ناس دي فعلا حياتها، زي طائفة أمريكية اسمهم الأميش، بتعيش من غير سوشيال ميديا وحتى من غير إنترنت وموبايلات. تحس العالم هيبقى أحلى، صح؟ أصل هيبقى عالم هادي رايق، لا دوشة ولا ضغط. أنا بصراحة حاسة إن مفيش أحلى من كده. بس السؤال بقى، افتكر الموضوع هيقف هنا؟ بص، كل حكاية مثالية ولازم يكون ليها تمن. لما الترند يبقى مش موجود، ده معناه إن في شيء من اللي كان بيجمع الناس اختفى، وده ليه أضرار، ومن أولهم إن القضايا المهمة مش هتتسمع. يعني عارف لما حاجة تحصل وتبقى ترندنج والناس كلها عمالة تتكلم عنها، فتحس بضغط المشكلة وبعديها تبدأ تتحرك؟ اختفاء الترند ده ليه تأثير كبير على إن فرص تغيير السلوك أو مساندة الشيء تقل. يعني مثال على ده قضية التحرش بالأطفال اللي ظهرت الفترة اللي فاتت. لو ما كانتش طلعت ترند، هل كانت القضية هتوصل لكل الناس بالشكل ده؟ هل كان هيبقى فيه عشرات من الضحايا اللي تشجعوا إن هم يتكلموا؟ هل هيتكلموا فعلا؟ مسلسل زي لام شمسية لما انتشر جدا على السوشيال ميديا فتح باب كبير لناس كتير جدا انها تتكلم وتحكي عن الشخص المتحرش. طب ليه؟ عشان حسوا ان هم مش لوحدهم، وان في ناس كتير زيهم وناس اكتر في ظهرهم ومعاهم. وكمان الافراد هتفقد احساس المشاركة في الشيء. فكرة ان الناس ما تشاركش في لحظة ما نفس الفيديو، نفس القضية، حدث معين، فده ممكن يحسس الشخص بالوحدة. عشان كده الترند مش بس دوشة، ده أوقات كتير بيكون وسيلة إن الأصوات توصل للكل. وفي آخر الحكاية تكتشف إن اختفاء الترند مش جنة ولا وجوده جحيم. على فكرة هو سلاح ذو حدين، وإحنا اللي في إيدينا نختار إيه اللي يبقى ترند وإيه لأ. فقبل ما تعمل شير وقبل كمان ما تساهم في الانتشار، اسأل نفسك، هو ده يستاهل المشاركة ولا أنا بشير حاجة ملهاش أي أهمية؟ فالمشكلة مش في الترند نفسه، المشكلة إحنا بنستخدمه إزاي. ولو عجبتك الحلقة اعمل لنا سبسكرايب وفولو والحاجات الحلوة دي، وقول لنا في الكومنتس تفتكر الحلقة الجاية هتبقى حياة بدون إيه. أشوفكم في الحلقة الجاية.